السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ توحشتكم بزاف. سمحوا لينا، شحال هذا ما شاركنا معاكم شي وصفه. كانت عندنا شي ظروف ودابا الحمد لله. اليوم ان شاء الله الوالده ديالي حبات انها تقدم لكم هاد الحلوى اللي كلكم تتعشقوها. سهله بزاف، بسيطه في المتناول ديال اي وحده، والمكونات ديالها موجودة في كل بيت. مكونات سهلة متوفرة، ما كتحتاج لا زبدة لا حليب، داكشي ساهل بزاف. فكيف ما كتشوفوا المنظر ها هو رائع، زوين. تنتمنىكم انكم تجربوها وتتبعوا معنا الطريقة، واكيد غادي تجيكم وصفة ناجحة 100%. فيلا نبداو على بركة الله. فهنا كيف ما كتشوفوا كنوضعوا البيض، فأربعة البيضات. الوالده راه تتسلم عليكم دائما وتتقول لكم توحشناكم بزاف، وتنتمنى تعجبكم هاد الوصفه. فكيف ما كتشوفوا هنا سبقنا البيض، ومن بعد كاس ديال سنيده. البنات راه وصفه سهله حلوه زوينه بزاف، غادي تعجبكم وغادي تشكروني عليها ان شاء الله في التعليقات. اكيد من ايدين ماما الحبيبه. ومن بعد كنوضعوا الليمون، ليمون مبشور. ومن بعد عندنا كنضيفوا شويه ديال الملحه. كنبقاو نمزجوا جيدا دوك المكونات. كنضيفوا نصف كاس ديال الزيت. دائما نخلطوا مزيان باش سنيده تذوب والمكونات تندمج مع بعضها. كنديروا هنا نصف كاس ديال الليمون، عصير الليمون. الا كان متوفر عندكم، الا ما كانش متوفر ماشي مشكل. ووحده فاني، ونصف ملعقه ديال المربى. فهاد المربى تيخلي الحلوى تجي معلكه، وواحد المذاق فيها رائع جدا. دائما نمزجو. ومن بعد دابا غادي نمشيو النواشف، فغادي نضيفو هنا 3 الكؤوس ديال الدقيق. اخوتي خواتاتي، تنتمنىكم تدعمونا دائما بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، وتشجعونا باش نستمروا. فهنا من بعد ما مزجنا الدقيق وخماره بطبيعه الحال، وحده خماره واحده. فغادي نقسموا العجين نصفين. نصف غادي نضيفوا فيه الكاكاو، ونصف غادي يبقى باللون ديالو. غادي نمزجوا النصف الثاني ونتلاقاو. فغير تبعوا الطريقه، راه سهله بزاف ومفهومه وواضحه. فهنا الكاكاو المر كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. غادي من بعد غادي نقسموا العجين. هنا كيف ما كتشوفوا فالعجين اللي بالكاكاو بوحدو والعجين الابيض بوحدو. غادي نسرحوا العجين وندلكوها بالمدلك، ونبداو نوضعوا طبقه فوق طبقه في اللاطه ديال الفرن. كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. الوالده ديالي راه حاولت انها تشرح لكم جيدا باش تجيكم الطريقه مزيان. هنا من بعد ما وضعنا 4 طبقات غادي ندخلوها للفرن، ومن بعد نتلاقاو. خوتي خواتاتي، من بعد ما دازت 30 دقيقه خرجناها من الفرن، خليناها حتى بردات شويه. كيف ما كتشوفوا كتجي روعه 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 بزاف. هنا كنزينوها بالشوكولات
نتوما الا حبيتو تزينوها بالمربى تا هو تيعطي مذاق رائع. هنا بغينا شويه ننوعوا لكم في المذاق وفي الشكل، فضفنا هنا اللوز مطحون او الكاوكاو او اي حاجه بغيتو تضيفوها ضيفوها. حنا فقط كنوريو لكم الطريقه، وانتوما لكم الحق باش ديروا التغيير اللي بغيتو وتضيفوا داكشي اللي بغيتو. هنا اللوز مطحون، كنضيفو كنحاولوا نزينوا شويه الشكل باش يكون الشكل زوين ومقبول ويعجبكم بطبيعه الحال. فهاد الحلوى تيعشقوها الصغار قبل الكبار، زوينه بزاف، سهله، رائعه في المذاق. ها هي، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي دائما دعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، ودائما تكتبوا لينا في الكومونتير الا ما عجباتكم شي حاجه نبدلوها، او لا بغيتونا نجربوا شي وصفه نجربوها، مرحبا، علاش لا. ف من بعد ما زيناها غادي ندخلوها للثلاجة لمدة 10 دقائق باش يجمد هذاك الشوكولات. ومن بعد ها حنا كيف ما شفتوا خرجناها. دابا غادي نبداو نقطعوها على حساب الشكل على حساب الشكل الاختياري بطبيعة الحال. اخوتي خواتاتي تنتمنىكم دائما تستمروا معنا. فالشكل ها هو رائع، حلوى ديال الوالدين، زوينه سهله بزاف. تيجيو فيها جوج الوان، تتجي روعه معتبره. هنا كيف ما كتشوفوا الشكل رائع. فهنا حاولنا نوضعوها في طبق التقديم. تنتمنى تعجبكم خوتي خواتاتي. كتبوا لينا كيفاش جاتكم هاد الحلوى، راه حلوى ديال الناس زمان من ايدين الوالده الحبيبه ديالنا. وشكرا لكم، وتنتمنى الى عجباتكم هاد الوصفه تشاركوها مع الاحباب والاصدقاء، وما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك. شكرا لكم بزاف، وجربوها وكتبوا لي في التعليقات. بسلامه.